الحقيقة أنا بحييها على أنها مرة مصرية استطاعت أن تدشن هذا الائتلاف للتعبير عن رغبة ملحة من سيدات مصر، من المرأة المصرية اللي كانت عماد لمرحلة هامة من تاريخ مصر، مرحلة ثورتين. كانت المرأة المصرية عنوانا للتحدي وعنوانا للقوة وعنوانا للثورة. كانت المرأة المصرية بحق في مقدمة الصفوف، بل كانت الأكثر قوة ومنافسة للرجل على تصدر المشهد السياسي، سواء في 30 من يونيو أو فيما أعقب ذلك من أحداث، سواء في الاستفتاء أو في انتخابات السيد رئيس الجمهورية. كانت المرأة المصرية عنوانا لقوة شعب مصر. أنا بحيي المرأة المصرية وبحيي ائتلاف نائبات قادمات. في هذا اللقاء الحقيقة أنا بشكر الدكتورة نانسي شاكر على مبادرتها بهذا التكريم الذي لا نستحقه. اللي يستحق هذا التكريم كل من شارك في خارطة الطريق المصرية، كل مواطن مصري ساهم في إنجاح ثورة 30 يونيو، كل من قدم لمصر في هذه المرحلة الهامة من تاريخها حتى لا تسقط مصر فريسة للإرهاب أو فريسة لجماعة الإخوان أو فريسة للمؤامرات الخارجية أو الداخلية. كل من ساهم في أن تقف مصر شامخة تتحدى الصعاب، تحية تقدير وتحية شكر وإعجاب بكل مصري وكل مصرية كانت لها فضلا في إنجاح مصر وتحديها الصعاب. هذا التكريم الذي نراه اليوم هو تكريم مني أنا شخصيا إلى المرأة المصرية، تكريم من كل مواطن صالح إلى الفتاة والسيدة، الأم والأخت، الشقيقة والبنت والزوجة والصديقة. كل مصرية كانت لها دور في إنجاح مصر في هذه المرحلة. تقدير وشكر خاص لها، وأنا بالنيابة عن الدكتورة نانسي شاكر مؤسس ورئيس ائتلاف نائبات قادمات بقول فعلا النائبات المصريات قادمات إن شاء الله، وسيكون مجلس 2015 مجلس النواب عاملا بشخصيات نسائية سوف تترك بصمة وأثرا كبيرا في الحياة السياسية المصرية. أثق أن ما نحن بشأنه اليوم هو أمر يستحق التوقف عنده، أمر يستحق أن نفكر جليا بشأنه. كيف تساهم المرأة المصرية كما ساهمت في ثورة مصر وفي إنجازات خارطة الطريق، كيف تساهم المرأة المصرية في تنمية واستقرار مصر. هذا هو التحدي الأكبر، هذا هو ما ننتظره وبشوق شديد من المرأة المصرية. تحية مرة أخرى لدور المرأة المصرية ونائبات قادمات، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.